مرحبا، السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنتم كلكم زينين. اليوم عندي أسهل طريقة الشوربة، كلش طيب ونفس الوقت كلش سهلة، وإن شاء الله أنتم تحبوها. حبايب، هنا عندي مكونات. أنا خليت نص قلاص تمن على حرارة مشان يستوي، وهنا عندي فلفل أسود خاشوق مال شاي، وهنا عندي راس بصل، نعناع حسب الرغبة، كركم وكاري، ملح، وهنا عندي كوب لبة أو حمص مجروش، وهنا عندي كوب شبنت. حبايب، هنا عندي 4 كوب لبن حامض. يلا حبايب تعالوا نبلش. حبايبي، هنا خليت شوية زيت، بصل، فلفل أسود، وحبايب كلش مهم بهاراتهم تريدون تحميس مشان يطلع ريحتهم وأكل تصير أطيب. هنا خليت كركم وكاري، حمص مجروش مستوي من قبل، ملح، وهنا عندي رشة كلش قليل نعناع وشبنت. نعناع ريحته كلش قوي، ما خليته هواية، بس خليت كلش قليل. وهنا خليت 4 قلاص أو كوب لبن، إضافة قلاص ماي، ونخليها يستوي. وهسه أخير شي أنا خليت التمن مستوي من قبل، ونخليها 1.5 ساعة على حرارة. حبايب، شوربة جاهز، طعم مميز. أنا أقولكم جربوها، طريقتها كلش سهلة ونتيجة كلش حلو، وإن شاء الله جربوها. حبايب، إذا حبيتوا فيديو اشتركوا بالقناة، سووا لي لايك وفعلوا جرس. شكرا لمتابعتكم، إن شاء الله أشوفكم بالفيديو جديد.